حصلت لي دي. وطبعا شبيح بقى، بقيت شبيح واخد بالك، عشان كل ده من اجل التمرد على الشكل. أوكي. انت فاهم؟ ده عينه حلو مالك بس. واللي هو اخش مثلا بعد الحصه ب5-6 دقايق، فالمدرس يقول لي مش عارف ايه، فاقوم ردد عليه بطريقه مش كويسه. عيب عيب عيب. ويجي لي استدعاء ولي امر ورفض اسبوع يعني عشت انا الحاجات دي. طب الام كانت بتيجي ولا الاب؟ امي طبعا. اوكي. كانت بتيجي في استدعاء ولي امر؟ لا امي، انا عايش مع امي. اوكي. انا عايش مع امي، ابويا بشوفه كل فين وفين، اخواتي بشوفهم كل فين وفين، لكن انا عايش حياتي مع امي وجدتي لحد ما حصل تقريبا في الفتره دي وفاه جدتي. وفاه جدتي. المدرسه بقى وانت بتساعدوا الامر والحاجات، طب الام بتتخض من الحاجات دي؟ لا بتتخض. وامي بقى عشان مفيش اب. اوكي. فكانت قاسيه عليا جدا. اوكي. كانت بتتعامل كانها هي الاب مش الام. اوكي. فاهم؟ وده كان مضايقني جدا. طب وهي كانت شايفاك كيوت فبتستغرب ان التصرفات عامله كده؟ ولا بتستغرب يعني؟ مش انت بتعامل وش اخر طبعا في البيت اللي هو الكيوت؟ بحاول بحاول بس بتفلت مني احيانا يعني، واخد بالك. واللي هو بقى ايه، بدايه شرب السجاير وورق الشجر واعمله كده في صوابعي ومش عارف ايه بيترش علشان ما تشمش، واتقفشت برضه عادي. ما فيش اي مشكله خالص. هي لما كانت بتيجي المدرسه تتخض بقى من ان بيقول ابنك بيعمل كذا، ورد على الاستاذ وقال له كذا ومش عارف ايه. استحاله. ايه ده احمد؟ استحاله. معقوله؟ طبعا مستحيل. بس طبعا ايه بيحصل. خلاص يعني عرفت ان ابنها بقت كده، رمت الطوبه بقى، بس بتحاول يعني. اوكي. اللي كسرني موت جدتي. لان زي ما قلت لك انا امي كانت الاب. اوكي. وجدتي الله يرحمها هي الام الحنينه بقى اللي بتدلع اللي بتعمل كل. فانا كنت رايح هناك اكتر طبعا عند جدتي. فلما توفت وانا راجل البيت، وانا اللي لازم اتحمل مسؤوليه كل حاجه وتصاريح ودفن ومش عارف ايه وبتاع، حصل لي كسره. اوكي. كسره جوايا وتفكير في ان انا لازم اكون مسؤول. انا امي ملهاش حد غيري، انا راجلها الوحيد. اوكي. فانا لازم اثبت لها ان انا راجل، مش ان انا اعيل تربيه واحده ست. صح. فاهم انا قصدي ايه؟ ايوه طبعا. فالاحساس ده وكان برضو بيساعدها خالي الله يرحمه. كان بيجي لي برضو يديني علق لما الله يرحمه لما الدنيا تبوظ يعني. بس طبعا ده كل ده قبل ثانوي يعني. انا بقول لك بعد موتها انا انكسرت. اوكي. حصل لي كسره وحصل لي حته انا عايز اتحمل المسؤوليه. انا عايز اكون قد المسؤوليه اللي انا اتحطيت في ثانوي. من وانا في ثانوي، من وانا صغير اصلا انا معايا 6 في البيت. فانا من وانا صغير اصلا عامل فيها مركز في ان انا عايز ابقى انا اللي حاميهم يعني. وانا حته لو حد شاطه كده برجله عادي. طب انت في الهرم ما فكرتش مره في مسرحيه اروح المنطقه دي؟ رحت كذا مره بس كنت بتلخبط من الاتوبيسات، لان انا كنت بركب اتوبيسات. اوكي. فقعدت اسال وبتاع وعبيط طبعا لغايه لما عرفت ان الاتوبيس مش عارف ايه بشرطه يروح فرحت وقابل اصحابي وبتاع اني اعرف اعثر على البنت اللي انا كنت بحبها دي. طبعا خلص دي انتهت خلاص، ربنا يديها الصحه بيكرمها بقى دلوقتي وهي ايا كانت المكان اللي هي فيه. فالمهم انا في حد بقى ايه عرفني على حد يعرف الاستاذ مجدي ابو عمير. اوكي. ده وانا في ثانويه عامه.